معضلة رياضية سياسية أمام الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وذلك بعد إصرار المغرب على أن تفتح الجزائر مجالها الجوي لطائرته لمشاركة منتخبه في منافسات كأس أفريقيا للاعبين المحليين الشهر المقبل. والجزائر بالطبع رفض هذا الشرط، وهو البلد المضيف، ورفض هذا الشرط رفضا قاطعا. فما مصير هذا التصعيد الرياضي السياسي القائم بين البلدين؟ كيف سينعكس على الحدث الأبرز المرتقب والمتعلق بالمنافسة على استضافة كأس أفريقيا 2025؟ أسئلة أجيرها لضيفي. أرحب به معي ضيفي في النقاش السيد حسني الغربي، رئيس قسم الأخبار الرياضية في وكالة تونس أفريقيا للأنباء من تونس العاصمة. يا هلا بك معي ضيفي العزيز سيد حسني. يعني صراحة أسئلة كثيرة، ندخل في العمق مباشرة أنا وأنت. الجزائر إذا ترفض فتح المجال الجوي لطائرة المغرب للمشاركة في الشان نظرا إلى قطع العلاقات وحظر الطيران مع المغرب، بينما المغرب يتمسك بدفتر الشروط الخاص بالتظاهرة الرياضية. هنا السؤال، يعني معضلة رياضية أم سياسية؟ هل من حل لها؟ شكرا، مرحبا مرة أخرى. يعني تجد نقف على خط التماس بين الرياضة والسياسة، بل أن كرة القدم يعني تجد نفسها في الشباك وفي عراك المسألة السياسية والأزمة السياسية بين المغرب والجزائر. الإشكال القائم هو بمناسبة بطولة أفريقيا اللاعبين المحليين التي ستنطلق في تحتضنها الجزائر وستكون من 13 يناير إلى 4 فبراير. الإشكال طرح بعد أن طلب المغرب واشترط المغرب أن يتنقل يعني بعث المنتخب المغربي لكرة القدم من الرباط إلى مدينة قسنطينة أين سيلعب ضمن المجموعة الثالثة عبر طائرة، ولكن أمام يعني القرار الذي اتخذته الجزائر، والجزائر تتحدث هنا عن قرار سيادي بغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية. يعني وجدنا أنفسنا أمام معضلة قبل انطلاق هذا الحدث القاري. هذه المؤشرات الأولى يعني تحتاج إلى تحتاج إلى حلحلة من باب تدخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وكذلك يعني بعض التفاهم في موقف الجزائر وموقف المغرب على حد السواء. الأخبار الآتية من المغرب والجزائر يعني تتر بين شد وجذب. من معه حق رياضيا؟ هل يحق للمغرب؟ من معه حق رياضيا؟ هل يحق للمغرب من وجهة النظر الرياضية وقوانين تنظيم البطولات والمشاركة فيها بوضع شرط الخط المباشر، أم يعني البلد المضيف هو من يضع شروطه في هذا الإطار؟ بالضبط، هي المغرب حس على لسان فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية، قالت نحن لم نطلب شيئا تعجيزيا، بل نطلب أن يتحول المنتخب المغربي مباشرة في طائرة خاصة. ثم قال لا، طائرة حتى عادية ولكن تكون سفرة يعني عبر المجال الجوي، باعتبار أنه الإشكال القائم أنه الجزائر مغلق يعني أقرت غلق مجالها الجوي. وحتى في ألعاب وهران، ألعاب البحر الأبيض المتوسط الأخيرة في الصائفة الماضية، الوفد المغربي انتقل إلى تونس ثم غير الطائرة ومنها إلى الجزائر. هناك شروط من الاتحاد الافريقي لكرة القدم وجب مراعاتها، وعلى يعني نحن نعول حقيقة ان تكون الرياضة، ان تذيب الرياضة جليد يعني العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب، وتكون مناسبة للتقارب وللتحاب بين الشعبين، يجمع بينهما التاريخ والحضارة وعديد الاشياء الاخرى. ولكن يعني لابد من التفاهم. الجزائر طالما انها احتضنت وطالما انها نظمت هذه البطولة، فهي مطالبة كذلك ببعض التفاهم لبعض الخصائص، خاصة الوفود المشاركة، لا سيما المنتخب المغربي. الموقف كما أسلفت بالذكر لا زالت يعني بين شد وجذب. يعني رئيس رشيد وكالي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أفريقيا المحليين يقول أن نحن لسنا ملزمين بتوفير أي خط مباشر لأي منتخب، ولكن في المقابل وزارة الشباب والرياضة الجزائرية قالت يوم أول أمس أنه يمكن يعني نتفهم الجزائر لن تدير ظهرها لأي طلب يكون بطريقة ودية ولا يخضع لأي ضغوطات أو إملاءات. هنا الاشكال لابد ان تكون هناك وسطات، وانا اعتقد ان الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم باتريس يعني موتسابي سيبذل جهود يعني وساطة من اجل يعني ايجاد حل لهذه المعضلة لتجاوزها حتى يكون حدث رياضي بامتياز واضح، دون الدخول في تفاصيل السياسة. طيب، الى ايجاد الحل الوسط يعني من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم وايضا الوسطات التي ستدخل على الخط، نرى بان يعني هناك بعض الانعكاسات بدأت تظهر على السطح لهذا الصراع الرياضي السياسي بين المغرب والجزائر، من بينها عدم مشاركة العديد من المنتخبات في هذه المنافسة تحديدا الشهر المقبل. هل يمكن ربطها بأن هذه الدول التي لن تشارك